السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع عبقري كرة. دعمونا بلايك واشتراك في القناة لنستمر إن شاء الله وليصلكم كل جديد. الزمالك وحفل دير جيست. الزمالك استحوذ على الجوائز كلها اللي في حفل دير جيست. الزمالك أخذ الجوائز كلها، اخذ خوان بديرة افضل جناح ايمن وافضل لاعب في الدوري المصري، اخذ عبد الله السعيد افضل لاعب في الدوري المصري كمان، واخذ عدي الدباغ افضل محترف في الدوري المصري، واخذ افضل حارس مصطفى شوبير وافضل لاعب امام عاشور، اخذ كمان نادي الزمالك افضل نادي في الدوري المصري، واخذ معتمد جمال افضل مدير فني في الدوري المصري، واخذ افضل شاب محمد ابراهيم من الزمالك الصاعد الواعد اللي عنده 21 سنه، الشاب المميز جدا الخبرات. كمان حصل نادي الزمالك زي ما قلنا على افضل نادي في الدوري، يعني الزمالك من غير صفوان من غير لعيبه من غير فرق كيد من غير ارض خد الدوري وحصل على افضل نادي في الدوري. ديرجيست الزمالك استحوذ على جميع الجوائز. طب ماشي، الاهلي وامام عاشور. اتحاد جده متمسك بضم نجم الاهلي، اتحاد جده متمسك بضم امام عاشور، واحنا قلنا في الحلقه اللي عدت امام عاشور يقترب من تجديد الاهلي، واتحاد جده حط عينها على امام عاشور بشكل كبير. اتحاد جده ما ناوياش تجيبها البر، اتحاد جده عماله تفاوض امام عاشور على الانتقال الى صفوفها. بيراميدز ومحاولة خطف نجم الاهلي السابق. بيراميدز ومحاولة خطف محمد عبد المنعم نجم الاهلي السابق. محمد عبد المنعم يقترب من بيراميدز، لا يوجد اي مفاوضات من جانب بيراميدز مع محمد عبد المنعم. بيراميدز راحت تعمل معسكر في تركيا، خسرت اول مباراة ليها من فريق ايراني اسمه بيروس بولايس. هزم بيراميدز 1-0 الفريق الايراني، وبيراميدز بتفاوض محمد عبد المنعم نجم دفاع الدوري المصري ونجم دفاع الاهلي والمدافع الدولي. قميص الاهلي بالمناسبه الجديد، قميص الاهلي الجديد اتعمل خلاص، اديداس عملته، هو الاهلي باجتماع مع الاهلي، وقميص الاهلي الجديد ان شاء الله الاهلي هيلبس الموسم الجديد. قميص الاهلي الجديد رائع، مثل القميص اللي كان لابسه الاهلي السنه اللي عدت، بس بدل الخطين الصفر اللي على الذراع بيجي خطين سود. فالاهلي قميصه الجديد، داخل الاهلي كل حاجه جديده، صفقه جديده وقميص جديد ومعسكر ناري وكاس غمر مع برشلونه. الاهلي داخل الموسم الجديد ضرب نار. اقتراح الكاف زياده عدد دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد، يعني مش الموسم ده خلاص. الاهلي راح الكونفدراليه، الاتحاد المصري اعلن، والزمالك راح الاهلي راح الكونفدراليه والزمالك راح افريقيا، وبيراميدز ضد الكونفدراليه هو الاهلي. طيب اتحاد الكوره خلاص اعلن كده. طب والكاف لسه لحد دلوقتي تقارير صحفيه مغربيه طلت علينا ان الكاف الغى هذا القرار والاقتراح بتاع هنا ابو رياض البيان. الكاف لحد دلوقتي ما الغاش هذا القرار، بس الكاف هيتخذ خطوه جاده نحو الغاء هذا القرار واعلان زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا بالموسم الجديد، يعني موسم 2027-28 هيزيد دوري ابطال افريقيا مش الموسم ده. خلاص الكلام خلص. ابناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك سابقا، اللاعب اللي كان مميز جدا، ابنائه راحوا البنك الاهلي، ناشئين البنك الاهلي، ويا رب يمشي على خطى ابائهم كان نجم ممتاز جدا، وان شاء الله يا رب يكرمهم ويجعلهم افضل نجوم في الدوري المصري وخارج الدوري المصري. ابناء الراحل محمد صبري نجوم كبار جدا، والزمالك حياهم، والزمالك قدم لهم التحيه، والزمالك قال لهم يا عاوزين حاجه احنا في ظهركم، والزمالك كان يحطهم في الناشئين عنده، لكن البنك الاهلي برضه لسه خبراتهم الخبرات بتاعتهم مش كبيره، فيلعبوا في البنك الاهلي ثم يرجع الزمالك مفتوح لهم وبيتهم. بالمناسبه حقيقه الاهلي وضم نجم الدوري المصري. الاهلي خلاص بيقترب من ضم ادهم حامد لاعب بتروجيت. احنا عارفين كلنا الاهلي خلاص جاب 4 صفقات، سفيان بن جديده ومنصف بكرار وعلي محمود واخطاء عبد الله كل مره نقيدهم، بس الاهلي خلاص يقترب من ادهم حامد نجم الدوري المصري. ادهم حامد يقترب من الاهلي، خلاص ادهم حامد يقترب من الاهلي، ما فيهاش اي فصال. ادهم حامد يقترب من الاهلي. محمد مجدي قفشه خلاص احنا عارفين انه رجع من الاعاره وراح الاهلي من الاتحاد السكندري.
بالمناسبه الدوري الجديد يبقى ضرب نار، الاهلي مع السلوكات كلها، الاهلي هيعمل معسكر في اسبانيا، خلاص ما فيش اي حاجه في اي حاجه من الرجال ان امام عاشور هيمشي، امام عاشور مش هيمشي، مروان عطيه هيمشي، مروان عطيه مش هيمشي، الاهلي ضامن صفوفه عندها كلها ومجتمعين مع بعض ان شاء الله. الاهلي هيعمل معسكر خارجي ويلعب برشلونه على كاس غامبا، والاهلي هيدخل الموسم الجديد ضرب نار اللي يحصد كل البطولات اللي طلع الموسم اللي عدى موسم كارثي. معتمد جمال يتعاد للحسابات مره اخرى، معتمد جمال اتعاد للحسابات داخل الزمالك مره اخرى، مفاجئ اصر معتمد جمال وجمهور الزمالك، خلاص معتمد جمال هيقترب من البعود في الزمالك يعني والتجديد للزمالك ويعمل عقد ويدرب الزمالك في الموسم الجديد. لكن جون ادوارد رافض هذا القرار، جون ادوارد رافض ان معتمد جمال يبقى مدير فني، جون ادوارد ما عاوزش اي مدير فني مصري، جون ادوارد عاوز مدرب اجنبي، والمدرب الاجنبي هو الصربي فوق برازوفيتش قال للزمالك اني همضي للزمالك واتي القاهره لقياده نادي الزمالك في الموسم الجديد بشرط واحد، هو الشرط قال اللعيبه كلها تحصل على مستحقاتها وتبعتوا لي مقدم تعاقد، الزمالك معهوش فلوس ان يبعت مقدم تعاقد برازوفيتش، الزمالك معهوش فلوس، فبرازوفيتش يبتعد من الصوره عن نادي الزمالك، واللي في الصوره الوقت معتمد جمال هيكمل في نادي الزمالك ويقود الزمالك في الدوري المصري وفي الموسم الجديد ويقود الزمالك في دوري ابطال افريقيا، لا فصال لا جدال في معتمد جمال، مدرب كبير حصل على الزمالك حصل مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حصل مع الزمالك على الدوري المصري الممتاز دون اي صفقه ودون اي تدعيمات. بالمناسبه الزمالك وتاخر المعسكر، احنا قلنا في الحلقه اللي عدت تاخر معسكر الزمالك، كلنا عارفين تاخر معسكر الزمالك لحد دلوقتي ليه؟ بيراميدز عملت فتره اعداد وعملت معسكر في تركيا، والمصري البورسعيدي بيعمل معسكر، وزد وكل ده طلعت جد بتعمل معسكر برضه، وكمان الاهلي عمل معسكر في اسبانيا. طب اللي بينافسوك عمل معسكرات، يا الزمالك عملت معسكر ما عملتش معسكر ليه؟ قال لك الزمالك راح يعمل معسكر في استاد العاصمه الاداريه الجديده، لكن النادي الساحلي النادي الساحلي اللي هيتاجل فندق فيه واللي هيعمل فيه معسكر رفض، ليه؟ لان الزمالك عليه مديونات سابقه، فالزمالك بيحاول يحل الازمه ودي لعمل معسكر لاستعداد الموسم الجديد وفتره الاعداد. جمهور الزمالك لا تقلق، مفاجاه اصر لجمهور الزمالك هيعمل معسكر اول 8 ان شاء الله او باقصى تحديد 2/8 استعداد الموسم الجديد، والموسم الجديد هيبتدي 20 ل 21 8 ان شاء الله، والجرعه تتعمل اول 8 بعون الله. الزمالك اطلع علينا بتصريحات صاروخيه ناريه، محمد المحمودي هاتريك امبارح اللي عمل برنامج على التلفزيون من القاهره هاتريك، فقال ان الزمالك لو دفع 1,600,000 دولار هيفك القيد التأديبي ويدعن، ولو استأنف في المحكمه الرياضيه ممكن يوقفوا له ايقاف قيد فترتين وما يجيبش في يناير و6 الجاي. هو الزمالك متوقف له 3 ايقافات قيد تأديبي لحد دلوقتي، اتحاد طنجة والكسندريا الاوكراني وكمان ايك السويدي. والزمالك دعم فريق صفقات جديده واستأنف ممكن يتوقفوا له 2 في يناير و6 ويبقى الزمالك دعم. فالزمالك لحد دلوقتي ما عندوش فلوس ان يدفع 1,600,000 دولار لاتحاد طنجة والكسندريا الاوكراني وكمان لايك السويدي. فمحمد محمود قال محامي كبير جدا كلمني وقال للزمالك ممكن يشتري صفقات ويدعم صفوفه من ثم يتقفل عليه ايقاف القيد او يستأنف ويرفض الاستئناف. ولو رفض الاستئناف يا جماعه الزمالك كده معهوش فلوس ان يدفع، فيبقى 4 اوقافات قيد يبقى 4 فترات، فالزمالك ما يقدرش، هم 3 فترات قيد. هل الزمالك يعمل ياخذ اجراءات جاده نحو اشتراء صفقات جديده الموسم الجديد؟ صفقات جديده الموسم الجديد ممكن الزمالك يفتح باب المفاوضات مع اي لاعب في خلال شهر 8 للتعاقد معاه للموسم الجديد، ومن ثم يضاف له فترتين ايقاف قيد الله اعلم. لحد دلوقتي الزمالك ما حلش ايقاف قيد التأديب بتاع صلاح مصدق. ادي القصه كامله مع محمد محمودي الاعلامي الكبير. ماشي، احنا خلاص وقفنا لحد هنا. الزمالك كل مره نطلع ما نقولش اخبار عنه حلوه، ان الزمالك لحد دلوقتي معهوش فلوس في الخزنه، الازمه ضحينا داخل الزمالك، وجون ادوارد مش هيقدر يعمل حاجه. شركه الكره هتتعامل مش هتتعامل، شركه الكره حسين لبيب خلاص قال هنعمل شركه كره، وما فيش رفض هذا الفكره، ما فيش رفض هذا الفكره مكمله وهنعمل شركه كره، ما فيش محدش قال ان هنلغي شركه الكره وما تمش رفض هذا الفكره. خلاص شركه الكره هتتعامل في نادي الزمالك، والزمالك ان شاء الله يعمل فتره اعداد مميزه جدا استعدادا للموسم الجديد. طيب كمان الاهلي في موضوع مهم جدا حابين نتكلم عليه، النجوم والزخم اللي عنده كلها دي.
اسف. اللاعب مين هجوم ومين دفاعه. الاهلي يرتب اوراقه كامله استعدادا للموسم الجديد. اخطا عبد الله المهاجم الثاني بعد سفيان بن جديده، ومنصف بكرال على اليمين، وممكن يدخل مهاجم واشرف بن شرقي وزيد، ونشوف الاهلي بحاجه روعه الموسم الجديد، ونشوف يعمل ايه. السنه اللي عدت طلع موسم كارثي، كان عامل بروباجندا اول السنه كاس عالم الانديه ودوري وكاس، طلع من المولد بلا حمص خالص الاهلي وما خدش اي بطوله، وطلع الاهلي موسم كارثي بسبب الكارثي ياس تربي اللي فقد الكوره ونسي الكوره مع الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله.